مرحبا بكم. أنا نبيل حيمر، باحث في التاريخ ومهتم بالحضارة القرطاجية، مؤخرا كذلك اهتميت بحضارة ما قبل التاريخ، بالحضارة الجلمودية، وأصدرت كتاب هوارة قرطاج ويشمون، وكتاب قرطاج والنبي إدريس عليه السلام. بالنسبة للكتاب الأول باللغة الفرنسية متجه إلى الأكاديميين، وبالنسبة للكتاب باللغة العربية متوجه إلى عموم الشعب، وهو مبسط من ناحية المصطلحات، واستغرق مني 4 سنوات من البحث عنه. فكل موضوع له مراجع. موضوع الحلقة اليوم هو كان شفته في الفيسبوك منذ مدة، مخطوطات بالكتابة العبرانية وبالكتابة القرطاجية، نيو بيونيك البنية الحديثة، والمخطوطتين تتشابهان في الرموز، في كليهما عقرب ونجمة سداسية. هذه المخطوطات القديمة حاول بعض مهربي الآثار بيعها وإخراجها من الحدود الوطنية، لكن ألقي عليهم القبض في جابس من طرف الحرس الوطني وحرس الحدود مشكورين. وأثير جدل: هل هي حقيقية؟ هل هي مزورة؟ لما رأيت هذه المخطوطات وبحكم بحث لمدة 4 سنوات فهمت أنها حقيقية، لأن الرموز فيها لها مرجعيتها، وهو ماذا سأذكره الآن. بالنسبة للنجمة السداسية في المخطوطة العبرية واضح أنها نجمة داود، والنجمة السداسية في الكتابة البنية الحديثة ما هي إذن؟ وما علاقة رمز العقرب في كلتا المخطوطتين؟ أي مخطوطة أقدم من الأخرى؟ هذه الإجابة نجدها لدى أحد علماء قرطاج في القرن الأول ميلادي، عاش في فترة الإمبراطور الروماني أغسطس، السنة 10، كتب كتاب يذكر فيه الظواهر الفلكية في حضارة قرطاج، وهو ماركوس مانيلوس. ألف 5 كتب. يذكر ماركوس مانيلوس ذو الأصول القرطاجية الجيتولية، رغم أن اسمه روماني في إطار الرومنة لشمال أفريقيا، يذكر أن العقرب هو البرج الفلكي لحضارة قرطاج، وأن الميزان هو البرج الفلكي لروما. لماذا لا يخبرنا، فقط يذكر هذه المعلومة؟ لم نكن لنعرف هذا العالم القرطاجي لولا العالم التشيكي والرسام في نفس الوقت وينسنس هولمر، الذي رسم صورة حائطية لماركوس مانيلوس بجانب هرمس، وفي يده الصولجان ذا الحلقتين أو ذا الثعبانين. وهي الصورة إضافة إلى المخطوطات التي وجدها في مكتبة الفاتيكان، الآن موجودة في متحف نيويورك. لولا لما تمكنا من العثور على مخطوطات ماركوس مانيلوس. ولكن بما أن ماركوس مانيلوس لم يخبرنا لماذا رمز الفلكي لقرطاج هو العقرب، يجب علينا أن نبحث. لكن أين وبأي مراجع وبأي مخطوطات؟ والحريق قد دمر جميع مخطوطات قرطاج.
نعرف وأن الحضارة المصرية والقرطاجية كانت على تواصل تجاري وحضاري، وقبيلة مثل قبيلة النسمون كانت في ترحال بين واحد سيوة وواحد العجيلات وشط الجريد ذهابا إيابا، فكان هناك تواصل إنساني وحضاري. أول حضارة اهتمت بالفلك والأبراج الفلكية هي الحضارة المصرية. في سنة 1789 أثناء الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت، أحد جنرالاته واسمه سعيد دي سعيد أخذ في مطاردة جيوش المماليك الفارة المنهزمة إلى أن وصل إلى مدينة الأقصر الأثرية في الجنوب، ودخل قرية اسمها دردنة يوجد بها معبد آتور. في سقف هذا المعبد هناك لوحة، وجد لوحة فلكية بها الأبراج الفلكية وعددها 12، وبرج تحوت مرسوم عليه عقرب. تحوت هو إله الكتابة وصاحب العلوم والمعارف في الحضارة المصرية القديمة. المصريين القدماء كانوا يؤلهون الأبطال والعلماء بعد وفاتهم، وتحوت هو من فترة ما قبل الأسرات، يعني عاش في فترة ما قبل الطوفان. اسمه الإغريقي هو هرمس، ومدينته اسمها خمونو، سماها الإغريق هرموبوليس ماغنا، مدينة هرمس. اسمها القبطي شمونو، من الأصل المصري خمونو أو خمنو وتعني الثمانية، ومن كلمة شمونو اصطلاحا أطلق على تحوت في حضارة قرطاج شمون نسبة إلى مدينته شمونو، فشمون القرطاجي هو نفسه تحوت. ولهذا السبب فإن الرمز الفلكي لقرطاج هو برج تحوت وهو العقرب. فشمون هو من الثالوث المقدس في قرطاج، ومعبده موجود فوق هضبة بيرسا التي بني فوقها معبد اسكولابيوس إله الطب الروماني، ثم كنيسة سان لوي، ثم الأكروبوليوم دو كارتاج. في الحافيات الأثرية في مدينة تحوت بمصر هرموبوليس ماغنا، وقع اكتشفوا أنه اتجاه معبد هرمس أو معبد تحوت هو إلى نجمة سيريوس، اسمها بالعربية العشرة اليمانية، كانت تقدسها قريش الجزيرة العربية، وكذلك أحد أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت تنفعهم في الليل أثناء سفرهم للتجارة بالقوافل التجارية، فهي الأكثر لمعانا في السماء، وهي موجودة خارج المجرة الشمسية. لماذا وقع ولماذا كانت قبلة معبد تحوت في مصر هو سيريوس؟ لسببين. السبب الأول أنه نجمة سيريوس أو اليمنى العشرية كانت أكثر لمعانا في فترة فيضان النيل، كانت هي تدل على زمن فيضان النيل الموافق للانقلاب الصيفي أي يوم 21 جوان، حيث في ذلك اليوم يكون أطول يوم في السنة وأقصر ليل في السنة، تكون أكثر لمعانا. وفي ذات اليوم يقع توجيه قبلة المعبد، معبد تحوت، ونفس الشيء لمعبد إشمون. يعني لما نشاهد الأكروبوليوم دو كارتاج، البناء قديس كنيسة سان لوي اسمها القديم،
التي بنيت على أسس معبد إشمون، نجد أيضا أن اتجاهها هو نجمة سيريوس. السبب الثاني لتقديس هذه النجمة هو أنه حسب الأساطير المصرية سافر تحوت إلى هذه النجمة الموجودة خارج المجرة الشمسية، أين وجد علوما فلكية ورياضيات وعلوم طب، جميع المعارف والعلوم المتقدمة، ورجع بها إلى الأرض وعلم الإنسانية الكتابة والمعارف والطب والفلك والسحر وغيره، والعلوم الروحية والمادية. في معبد دردنة في مصر قلع هذه اللوحة الفلكية وأهداها الباشا المصري محمد إلى لويس 17، وهي موجودة الآن في متحف اللوفر. كذلك معبد أوزيريون أو معبد أوزيريس في مدينة أبيدوس جنوب مصر فيه إشارات فلكية حول أن تحوت برجه الفلكي هو العقرب. الإغريق عندما احتلوا مصر بقيادة اسكندر المقدوني وأسسوا مدينة الإسكندرية وبنوا فيها مكتبة الإسكندرية، جمعوا جميع المعارف القديمة وحاولوا أن يجدوا شبيها لها في علومهم وتراثهم، فوقع تشبيه تحوت بهرمس. وهرمس هو نفسه إدريس، النبي إدريس عليه السلام، حسب المؤرخ الفرنسي لويس مينار. تستطيعون الاطلاع على هذا الكتاب لويس مينار. وكلمة إدريس هي تعني باللغة اللوبية القديمة وتنطق الديريس، تعني الجبل. فكلمة في الكلمة العربية يدرس هي اشتقاقا من الاسم إدريس وليس العكس. ومعنى إدريس كما قلنا هو الجبل، يقابله في اللغة الأكادية السامية القديمة كلمة شد، وكلمة شد تعني كذلك باللغة الأكادية الجبل، فإدريس يعني الجبل. وسماه أيضا يعني الإغريق أطلس، يعني الجبل، فأطلس هو الجانب الملكي الحكم لدى النبي إدريس، وهرمس هو جانب النبي النبوة، فكان فيه صفتين، صفة النبوة وصفة الحكم. وفي فترة سلجون الأكادي الذي قضى على الدولة السومرية سنة 2300 كان هناك رمز العقرب في إله الشفاء واسمه شدرفه. شدرفه كان يعني تمثاله موجود في متحف في لندن، على يمينه يوجد العقرب ورمح يلتوي عليه ثعبان. في مدينة لبدة الكبرى كتابة باللاتينية واللغة البونية الحديثة تذكر أنه شدرفه هو نفسه ليبر باتر، وهو نفسه ديونيزوس، وهو نفسه إشمو. فنجد في هذا التمثال أيضا لشدرفه نجد رمز العقرب. الدولة الأكادية ورثت عن الدولة السومرية كذلك علوم الفلك، فالسومريون هم أول من إذا المصريين قسموا السنة إلى 360 يوم والسنة إلى 12 شهر والشهر إلى 3 أسابيع والأسبوع إلى 10 أيام، فإن السومريين أخذوا هذا وبدلوا فيه بأن جعلوا من الأسبوع 7 أيام نسبة إلى 7 كواكب في السماء، وليس 10 أيام مثل المصريين.
وقدسوا الشمس. السومريين قدسوا الشمس سموها الشمس، والقمر سموها سين، وكوكب الزهرة وسموه عشتار. وآخر دليل على أنه العقرب هو الرمز الفلكي لقرطاج نجدوه في جرة مصنوعة من الخزف. هي جرة يونانية من القرن الخامس قبل الميلاد، صنعها فنان إغريقي اسمه أندوكيداس، هو عاش في القرن الخامس قبل الميلاد. عليها رسم قتال بين جندي قرطاجي يسانده في حربه هرمس، وجندي يوناني أو إغريقي يسانده وراءه أثينا، آلهة الحرب الإغريقية اللي هي ذات أصول لوبية، يعني عاشت في شط الجريد. وعلى الدرع الجندي القرطاجي هناك رسم لعقرب، وهو رمز هرمس الذي يسنده في قتاله ضد الإغريق حسب هذه الصورة. توجد كذلك فسيفساء في الجنب بها صور لأبراج فلكية بينها العقرب والميزان. تبين لنا إذن وأنه حضارة قرطاج كانت مهتمة بالفلك، والحضارة المصرية والحضارة البابلية والسومرية ما هي إلا امتداد لحضارة شط جريد وحضارة ترشيش الأولى اللي هي الحامة، وحضارة ترشيش الثانية اللي هي قرطاج. والمعابد اللي تبنت حسب العقيدة الهرميسية الإدريسية التوحيدية من أول زمان، من فترة ما قبل الطوفان، وأنه معناها حتى معبد إشمون في قرطاج مبني من فترة ما قبل الطوفان، وعديد معناها المعابد والمساجد، حتى المسجد الأقصى اللي هو مبني فوق يعني يقولوا هما هيكل سليمان. نشوفوا أنه القبلة متاعه الاتجاه متاعه هو نجم في اتجاه نجمة النبي إدريس، نجمة تحوت اللي هي العشرة اليمانية اللي ذكرها القرآن الكريم. وحتى فما صور لحفريات وأنفاق قاموا بها الإسرائيليين تحت المسجد الأقصى تبين أن الحجارة المستعملة في الأسس هي من الميغاليت ومن الجرانيت، الجرانيت الصلب، وتزن كل واحدة منها فوق 12 طن، وأكبر حتى من حجارة حائط البراق. وبالتالي يستحيل على شعب اليهود أو إسرائيل أن يبنوا معبدا. وحتى بالنسبة للمعبد الأول اللي دمره نبوخذ نصر هذاك مصنوع من معناها من حجارة بسيطة، ولكن المعبد الثاني الذي بناه هيرودس في وقت الفترة الرومانية هو من الحجارة الضخمة، ولكن بني فوق أسس تحت الأرض اللي هي أسس معبد النبي إدريس، اللي لا يقدر الرومان على أن يصنعوا أو أن يقسموا حجارة بكبر هذه الحجارة، لأنه هو علم من علوم النبي إدريس عليه السلام اللي بدأ في شط الجريد وفي حضارة قرطاج. وإن شاء الله ربي يوفقنا لكشف الحقيقة المخفية، وأنه تونس أرض طاهرة، أرض مباركة، تروابها سخون، وإن شاء الله نبينوا هذا أكثر في الكتاب اللي هو باللغة الفرنسية هوارد قرطاج وإشمون، وباللغة العربية قرطاج ونبي إدريس عليه السلام. والتقانا في المحاضرة يوم 2 أوت بمناسبة ذكرى انتصار حنا بعل في معركة كاناي في قرطاج، قاعة سوفينيس ببلدة قرطاج، بداية من الساعة 5 مساء، لتكتشفون معلومات أكثر من هذا، وهذا فيض من الغير. إن شاء الله ما كنتش طولت عليكم، وإلى اللقاء ومرحبا بكم مرة أخرى. سلام.